هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى ساعة السبت اليوم 30 من يناير. أنا آمال علي أحييكم في هذه الساعة، والتي يرافقني فيها زميلي الإعلامي عبد الله محمود هيابو. مساء الخير عبد الله. مساء النور آمال، ومساء النور المستمع الكريم. يا هلا بك. في هذه الساعة أعزائي المستمعين سنبدأ الساعة وكالعادة بآخر الأخبار، ومن ثم سنعود مع الزميل عبد الله محمود لنعكس على أهم الأحداث التي صنعت الحدث يعني في هذا الأسبوع الماضي، وسنلقي الضوء بالتفصيل على المحاكمة الشهيرة التي جاءت إثر تفجير أحد شباب الجبهة الشعبية، قضية ضد البروفيسورة مريم فان رايسن، وسنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الزميل عبد الله، وكذلك سنتناول اللقاء السنوي الذي أجراه التلفزيون الإريتري مع رئيس النظام إسياس أفورقي بالتفصيل أيضا، وسنعيد عليكم المقابلة التي أجريناها مع الأستاذ محي الدين شنقب، والتي تحدث فيها عن اللقاء الذي تم مع وفد المنتدى مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك لأن الكثيرين من الداخل طلبوا منا إعادة هذا اللقاء الذي فاتهم الاستماع إليه. ابقوا معنا وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء توصيتان للقمة الإفريقية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. تعليمات مشددة من مكتب الرئيس لمواصلة الحملة ضد مفوضية حقوق الإنسان. وارتباطات بين جماعات من الرشيدة في إريتريا والسودان بمجموعة داعش الإرهابية. الأخبار بالتفصيل. تبنى المؤتمر السادس القاري لمواطني إفريقيا، والذي عقد هذا العام تحت الشعار العام الإفريقي من أجل حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 21 إلى 23 من يناير الجاري، تبنى توصيتين بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، حيث صوتت الوفود بالإجماع على مقترح مقدم من الوفد الإريتري المشارك، والذي تضمن مطالبة القمة الإفريقية التي ستعقد خلال أيام أولاً وضع أحوال حقوق الإنسان في إريتريا ضمن أجندة القمة ومناقشتها. ثانياً، تبني التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا كوثيقة للاتحاد الإفريقي. كما اتخذ المؤتمر قرارات عدة بخصوص إريتريا، تمثل أبرزها في مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين خاصة الصحفيين منهم، وكذلك سجناء الرأي والضمير. وضم الوفد الإريتري كل من السادة الدكتور أداني جبري مسقيل تكئي والسيد بشير إسحاق والدكتور برخت برهاني ولد أب، وفتاة إريترية لاجئة ذات عقدين من العمر تتعرض أسرتها لانتهاكات حقوقية، وكذلك الأستاذ نصر الدين علي والسيدة خديجة خليفة محمود. هذا وأفاد مصدر بالوفد لإعلام التحالف أنه قد تم تخصيص ورشة خاصة بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، حيث حضرتها وفود الدول المجاورة ودول إفريقية أخرى، وفيها قدم جميع أعضاء الوفد مداخلاتهم والتي تضمنت المقترحات المذكورة.
شدد مكتب الطاغية السياس أفورقي وكذا وزارة خارجيته على سفارة الإريترية في الخارج للتفرغ تماما لمهام تعبئة الاستمارات الخاصة بمسألة إنقاذ النظام من اللجنة الدولية لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وهي نماذج لشهادة زور أعدها النظام ويجبر فيها المواطن الإريتري في دول المحجر بالإقرار بأن سبب خروجه من إريتريا اقتصادي وليس سياسي مرتبط بالغياب للحريات والقمع الذي يمارسه نظام أفورقي وعصابته الأمنية. وتقيد السلطات التعسفية كل إريتري في الخارج على ضرورة تعبئة هذه الإقرارات والتوقيع عليها، وإلا فإنه لن يتمكن من إجراء خدماته في السفارة أو في إريتريا. ورغم انتشار هذه الحملة في سفارات النظام حول العالم منذ منتصف يناير الجاري، إلا أن مكتب الرئيس قلق من قلة الاستمارات الموقعة، ولهذا نجده قد بدأ في تدابير أخرى، وذلك عبر إجبار الإريتريين الذين يذهبون لزيارة أقاربهم في إريتريا بتسجيل شهاداتهم عبر أشرطة الفيديو. وهذا الإجراء الأخير الذي لجأت إليه حكومة أفورقي لتوضح من خلاله بأن الإريتري يأتي إلى بلاده ويعود منها بحرية تامة وليست لديه أي إشكالية في ذلك. تؤكد مصادرنا بأن هذه التسجيلات يتم تسجيلها قبيل منح تأشيرة الخروج من البلاد، وهذه الخطوات التي أقدم عليها النظام لحماية سلطانه قد ألحقت أضرارا بالغة بالعديد من الإريتريين الذين زاروا إريتريا مؤخرا ووضعتهم في مواقف حرجة للغاية. ذكرت مصادر المنتدى بوجود مجموعات من قبيلة الرشايدة تقوم منذ وقت طويل وبالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية بعمليات اختطاف للاجئين الإريتريين والمتاجرة بهم، حيث خلق تنظيم داعش في الآونة الأخيرة عبر امتداداته في ليبيا قناة تواصل وحلقة اتصال من خلالها يتم بيع اللاجئين الإريتريين الذين تقوم عصابات الرشايدة باختطافهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. ففي الأسبوع الماضي تم اختطاف 5 إريتريين من ضواحي أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم من قبل مجموعة مسلحة من الرشايدة وتم بيعهم للتنظيم. وذكرت أنباء سابقة أيضا إلا أنه قد تم اختطاف إريتريين في الفترة الماضية وتسليمهما إلى داعش. يذكر أن تنظيم داعش يتمدد بأذرعته الدموية في منطقة شمال إفريقيا، ويقدر عدد الذين قتلوا على أيدي هذا التنظيم الإرهابي ب400 لاجئ من بينهم عشرات من الإريتريين. نهاية النشرة. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونواصل معكم في ساعة المنتدى مع الزميل عبد الله محمود هيابو، وسنرصد معكم أهم أحداث الأسبوع، ونبدأها بالقضية التي تشهد فيها هولندا محاكمة نتيجة قضية رفعها أحد الشباب المنتمين للجبهة الشعبية ضد البروفيسور مريام فان رايسن. سنتحدث بالتفصيل عن هذه القضية، ولكن قبل كل ذلك نستمع إلى إفادة السيدة مريم أو يعني الكلام الذي تحدثت فيه والذي سبب هذه القضية، وسنتابع معا. Het is niet zo dat deze mensen in Eritrea verwerkt zijn. Het zijn mensen die al lang in Nederland zijn, maar waarvan de broer van de twee waarom het gaat de spil is van de inlichtingendiensten van Eritrea, waarvan het centrum in Nederland is. En dat is een bekend gegeven en feit. إذن استمعنا إلى كلام البروفيسور مريم فان رايسن. عبد الله، ما هي خلفية هذا الموضوع، وقبل كل شيء ماذا كانت تقول؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مجددا أعمال، ونجدد التحية لمستمعي إذاعة صوت المنتدى، ونتمنى أن نقدم ما يفيد المستمع الكريم. أصل القضية بحسب المقطع الصوتي المنشور هنا وبحسب متابعتنا للقضية هنا في هولندا، نعم. تنحصر في أن البروفيسور مريم فان رايسن تحدثت خلال المقابلة عن دور المترجمين الإريتريين في إدارة الهجرة الجنسية الهولندية، ومدى ارتباطهم بالنظام ومدى أمانتهم وحفظهم للإفادات أو البيانات الخاصة باللاجئين ومدى أمانتهم في قضية الترجمة. نعم. ويمكن أن مجمل الموضوع وهو فحوى الحديث الإذاعي الذي أدلت به البروفيسور مريم لإذاعة محلية في هولندا،
ده مجمل الحديث الذي نعم. أعقبه رفع دعوى قضائية ومضت بالصورة المعروفة في القانون الهولندي. نعم. إذن يعني القضية هي قضية أمنية، وتتعلق أيضا بمصائر أو يعني أمن اللاجئين الذين يقدمون، أو الشباب الذين يأتون لتقديم اللجوء في بلدان المهجر، ويكون هناك من يسرب معلوماتهم أو يستفيد منها أو يهددهم بها بشكل أو آخر. يعني الشاب الذي رفع القضية مسرت بهلبي يعني رفع قضية الإشهار أو التشهير به من خلال ما صرحت به، لأنها أشارت إلى أن أحد أو اثنين من المترجمين هم أخوة له، ونتيجة لذلك هو تضرر من هذا الكلام وأثر فيه إلى درجة أنه فقد عمله. ما تفاصيل أكثر عن هذه القضية؟ طبعا في خلال المقابلة الإذاعية لم تذكر اسما، ولكنها أشارت إشارات، واعتبر أن هذه الإشارات تعنيه. كل القرائن تشير بأنه هو المعني بهذا الحديث. نعم. وأن هذا الحديث ضار بالنسبة إليه، لأنها أشارت بوضوح أنه يعتبر محور محاور المخابرات الإريترية، وأن وتحدثت عن أدوار المخابرات الإريترية في إرهاب وإرعاب اللاجئين ومضايقتهم، يعني مجمل ما يتعرض إليه اللاجئين هنا في هولندا. نعم. من تضييق وإرهاب، يمكن هذا فحوى. فاعتبر هذه الجزئية تعنيه، وبهذا يعني رفع الدعوى القضائية ضدها في المحاكم الهولندية. نعم. هذا مجمل الأمر. هو بهذا يعني طبعا اللجوء إلى القضاء هو سلوك حضاري وسلوك إيجابي، لكن إذا قارنا الأوضاع هنا هم يستفيدون من قوانين الدول التي يعيشون فيها، بينما الآلاف من المواطنين يرزحون في السجون والمعتقلات الإريترية، يعني دون أن يجدوا الفرصة لرفع دعاوى قضائية ضد الذين ينتهكون حقوقهم أو يعتقلونهم دون ما جريمة اقترفوها، ودون ما أن يجدوا حتى الفرصة للدفاع عن أنفسهم عبر توكيل محامين، ودون أن تعرف أماكنهم أو مصائرهم. فالمقارنة هنا يعني مفارقة ملفتة للمستمع ولكل المراقبين للأوضاع. بالتأكيد. أيضا كنت قد تحدثت في وقت سابق مع الناشطة يعني في مجالات حقوق الإنسان سلام كيداني، والتي كانت قد حضرت جلسات الاستماع الأولى في المحكمة، والتي قالت لي بأن يعني ما يبدو أنه واضح أن هذا الشخص مدعي بشكل كبير على الدكتورة مريم، وأنه بالفعل هو ناشط ضمن كوادر الجبهة الشعبية، وأنه هناك الكثير من الأدلة كونه يعني كان في معسكرات تدريب في إريتريا، وأيضا يروج لأجندات النظام بشكل كبير، وهناك له يعني هناك قرائن كثيرة تشير إلى أنه بالفعل ناشط في مصلحة النظام. وأيضا هناك الكثير من الأدلة على أن النظام استخدم دائما هؤلاء الشباب للتجسس وللتهديد وللترهيب الذي يمارسونه بشكل علني وخفي ضد الناشطين الحقوقيين والإنسانيين، والآن يتجاوزونه إلى الناشطين يعني من غير الإريتريين، كما شاهدنا أيضا تعرض المفوضة يعني الدولية لحقوق الإنسان كيثاروس أيضا للتهديد. فهذا أصبح يعني أسلوب ترهيب دولي بشكل غريب، ويعني ترهيب عصابات كما يقال. عبد الله، طبعا زي ما هو معروف جميع الأزرع التابعة للنظام أو للجبهة الشعبية كحزب، إن اعتبرناها حزب وفقا للتراتبية المعروفة للأحزاب، نعم. ولكن هي ذراع من أزرع دولة بوليسية قمعية. هذه الأزرع جميعها تعمل ضمن محور واحد اللي هو المحور الأمني، وتعمل على مساندة النظام أمنيا، وتحاول أن إرهاب الخصوم وإرهاب حتى الخصوم المفترضين قبل أن يصبحوا خصوم، يعني بالتأكيد. يعني إحاطتهم بحالة من الإرهاب والإرعاب حتى لا يتجرؤوا في نشاط ضدهم أو يقوموا يعني بنشاط مضاد أو معارض.
فكل هذه المنظومة تعمل في إطار أمني بوليسي. فمعروف يعني كل هذه هي أذرع أمنية وأذرع طويلة تقوم بإرهاب وتهديد المواطنين الأبرياء العزل سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. أيضا يعني الملاحظ أن الإرهاب تجاوز الإريتريين حتى اللاجئين منهم أو الذين نالوا حقوق المواطنة في بلاد المهجر لتبلغ حتى المواطنين الذين يقيمون في الدول. فحتى التقارير الإعلامية التي بثها التلفزيون القناة الأولى في التلفزيون الهولندي أو الصحف الهولندية مثل فولكسكرانت تحدثت عن تعرض مريم فان رايسن خلال الفترة الماضية أيضا لتهديدات، وأبلغت الشرطة وأن الشرطة وفرت لها حماية، بالإضافة لشيلا كيثاروس عندما زارت هولندا أيضا بحسب الصحف أيضا تعرضت لتهديدات، وهنالك تهديدات إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وغيرها، فضلا عن التهديدات المباشرة. فبحسب التقارير الإعلامية اللي وردت في وسائل الإعلام الهولندية هنا يعني الأمر كبير جدا وضخم جدا، وإنه الإرهاب تجاوز الناشطين الإريتريين ليصل إلى الناشطين الأجانب اللي هم يعملوا في إطار قضايا حقوق الإنسان والدعوة للحياة الكريمة للشعب الإريتري في الداخل والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكل ما ينشط في هذا هو يكون عرضة لتهديد النظام عبر أذرعه المختلفة. فهذه المنظومة كما قلت يعني تجاوزت حتى أطر الإريتريين الناشطين واللاجئين بالضبط. تتمدد. يعني الآن هنالك تمدد، حسب حتى عنوان الصحيفة كان يتحدث عن تمدد إرهاب النظام ليشمل كل هذه الأطياف، حتى أن أعضاء في الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي أيضا تم استطلاعهم في التلفزيون، وبعضهم من الأحزاب الكبيرة الحاكمة أو التي لها وضعية كبيرة هنا في هذه البلاد أيضا تحدثوا عن قلقهم وعن صدمتهم إذا هذه التقارير التي تتحدث عن امتداد أذرع الدولة البوليسية والدكتاتورية في إريتريا لتمتد لإرهاب حتى رعايا الدول التي يعيشون فيها. فكانت هذه تقارير صادمة للجميع. طبعا بالنسبة للشعب الإريتري يعني أو الإريتريين لا يستغربون لهذا المسلك، لأنهم يعيشونه بشكل يومي في بلادهم أو حتى في بلاد المهجر، فهو مسلك معروف. والحادث بالرغم من أنه يعني يستهدف واحدة من الخبيرات أو الخبراء في الشأن الإريتري، بالإضافة لأنها أيضا تنشط في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إريتريا، إلا أنه فتح نافذة كبيرة وسط المجتمع الهولندي للتعرف على طبيعة النظام عن قرب وممارساته، وكانت فرصة لسرد الكثير من الممارسات يعني داخل إريتريا. حتى الذين كانوا يستبعدون هذه الأشياء عندما يشاهدون أن هذه الأذرع امتدت لتشمل غير الإريتريين، حين تتضح عندهم الصورة وستكتمل عندهم الحلقات كلها. نعم بالتأكيد عبد الله، يعني هذه كانت ضربة ضد النظام وليس لصالح النظام، وكما قلت يعني هذه أساليب متبعة منذ أن يعني حكم هذا النظام إريتريا، أساليب القمع والترهيب والتهديد ويعني ما إلى ذلك والتشهير، وهي ليست جديدة. ما لفت النظر أيضا كما ذكرت لي الناشطة سلام كيداني أيضا بحسب يعني إفادتها لي عبر الهاتف وهي كانت حاضرة هناك في المشهد، أن هذه الجلسة شهدت حضور وتضامن كبير من عدد من النشطاء المعارضين للنظام بشكل ملفت للنظر وشكل يعني جميل، يعني يرد الجميل أيضا لمن هو داعم لقضايا الشعب الإريتري ولقضايا الديمقراطية والحقوق. وهذه كانت يعني ظاهرة جيدة تؤكد على أن مستوى الوعي في ارتفاع كبير، وليس ذلك فقط وأيضا مستوى يعني عدم الخوف يعني وهزم هذه الأساليب بمواجهتها وبمحاربتها بشكل علني، ليس كما في السابق الناس كانت تتردد وتخاف أن تظهر، والآن لا، يعني الكل يظهر والكل يرغب إذا أمكن يعني أن يكون موجود في أماكن الحدث. من الأشياء أيضا الملفتة للنظر في هذه القضايا كما ذكرت أنت سابقا وأحب أن أؤكد عليها،
أنهم يريدون أن يمارسوا الحقوق، يعني حقوقهم في أن يكون لهم صوت. أنا يعني أضرني فلان وأهانني فلان ويحق لي أن أحاكمه، بينما يعني الشعب بأكمله لا يحق له أن يرفع صوته، وهناك الآلاف في السجون وغير ذلك، لا محاكمات، لا حقوق، لا قوانين. يعني هذا التناقض الكبير بين معرفة القوانين وممارستها في بلاد ديمقراطية وبين يعني ما يذهبون لممارسته هناك من قمع وترهيب، وأن يقبلوا أن يكونوا أدوات لهذا النظام الديكتاتوري التعسفي. عبد الله. قطعا هي مفارقة أن تستمتع بالنظام القانوني في الدول التي تعيش فيها وتمنعها للإريتريين، أو تساند الذي يمنعها وتدفع في اتجاه تعزيز أركانه وفي اتجاه عدم زواله، وتدافع وتقارع الذين يناهضونه من أجل أن يطالبوا يعني ليس السقف الذي تقوم به أنت، وإنما أبسط ليمارسوا أبسط حقوق المواطنة التي حرموا منها. فهي مفارقة كبيرة. دعيني أعود الحديث الذي ذكرتيه عن حضور الناشطين بأعداد كبيرة. يعني كان حضور مشرف، وكان يعني رسالة واضحة وناصعة أولا للذين يحاولون استهداف الخبيرة في الشأن الإريتري والمدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. أيضا هي رسالة أيضا تضامنية لمريم فان رايسن، بأن الإريتريين أو الناشطين الإريتريين ومعظم وقطاعات الشعب الإريتري في الخارج في هولندا وفي خارجها هي متضامنة معها. أيضا بهذا الفهم يعني كان هنالك تصريح من الجالية الإريترية لطلاب العدالة، وكان تصريح تضامني مع مريم فان رايسن في هذه القضية، وأنها ليست وحدها، وأن الإريتريين في هولندا يقفون معها. وبالإضافة للحضور الكبير في قاعة المحكمة كما روى لي أصدقاء، باعتبار أنني لم أحضر لمشاغلي، إلا أن هنالك شباب حضروا يعني من مدن تبعد 2 أو 3 ساعات من أمستردام، يعني يقطعوا كل هذه المسافات البعيدة للتضامن مع البروفيسور ولتوضيح يعني أن الشعب الإريتري يعني الذي وقفت معه في محنته والذي وقفت معه المطالبة بحقوقه وأيضا يقف معها، لأن هذه القضية هي تعني الشعب الإريتري بشكل أساسي. وهي القضية التي يعني ترفع أو رفعت فيها الدعوة القضائية. فكانت هذه رسالة إيجابية يعني تقطعها كلها. نعم، كان لابد من هذه الوقفة التضامنية. أنا أيضا كنت على اتصال بالسيدة مريم، وكنا نحاول أن نأخذ منها إفادة أو لقاء بشكل مباشر، ولكن سنتابع هذه القضية وسنعود لنلتقي بها ويعني نرصد أقوالها وما مرت به من خلال هذه التجربة يعني الغريبة يعني، ولكن بالتأكيد سيكون الحكم يعني هو الفصل في الموضوع. سنعود إذن عبد الله لتغطية أحداث الأسبوع، ولكن بعد هذا الفاصل. السلاسل ربطوا يديه في صخرة الموتى وقالوا أنت قاتل. أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق. أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونحن في ساعة المنتدى نواصل معكم هذا الرصد الأسبوعي لأهم أحداث الأسبوع. ومن الأحداث التي يعني كانت مهمة ولفتت النظر المقابلة التي أجراها التلفزيون الإريتري الأسبوع الماضي مع رئيس النظام إسياس أفورقي،
والتي جاءت متأخرة على غير العادة، يعني عادة تكون في بداية السنة. تأخرت عبد الله إلى يعني تقريبا نهاية الشهر في 22 من يناير. جاءت المقابلة كالعادة طويلة وتفصيلية، وما لا أعرف ماذا نقول عنها، ولكن نبدأ معك. نعم أمال، المقابلة كما تفضلت لم تأتي بجديد. يعني هي مضت على آثار المقابلات السابقة نعم. السنوية أو الموسمية والفصلية كما يقال. مضت على تلك الآثار وقع الحافر بالحافر. كانت المقابلة بذات النسق، ذات تكرار. طريقة الإعداد، نعم. ذات الطريقة في إعداد الأسئلة المعدة سلفا، والتي اطلع عليها الطرف الأساسي في المقابلة اللي هو رأس النظام الفورقي. وربما اطلع على أعدها الأسئلة، وربما أعدها، لا نعرف. ربما عدها، حتى أنه خلال المقابلة لم مم. ينسى أن يشير إلى هذه الجزئية، وذكر للمذيع أنه اطلعت على هذا السؤال يعني واستغربت. بالضبط بالضبط. يعني مم. كان لا بد من الإشارة إلى أنه ساهم أو في إعداد وصياغة الأسئلة، أسئلة. بدلا نعم. المألوف في هذه الحالات أن يقوم الرئيس أو الطرف الذي يجرى معه المقابلة باعتبار أنه هذه الأسئلة جديدة ومفاجئة بالنسبة له، وأنه يتعامل معها بأنها يعني أسئلة جديدة وهو يجتهد في الإجابة عليها. نعم. أما الذي يعرف فهو كشف المسرحية. نعم نعم. كلنا يعرف يعني ماذا يحدث في الإعلام، والذي هو ليس بمعنى يعني إعلام بمعنى الكلمة. ومما يعني يلفت النظر ويجعلني أشعر بالأسى أنا شخصيا هو يعني وضع المذيعين أو الصحفيين الذين يضطرون أن يقفوا في هذا الموقف ويسألون أسئلة معدة سلفا، وحتى لا يستطيعون أن يتفاعلوا بحرية لأن ليس هناك حرية. والله طبعا فعلا يعني الصحفيين الذين يجرون مثل هذه المقابلات يعني يكونوا في وضع حرج جدا، لأنه نعم. مقابلة مصنوعة ومصممة بعناية، رغم أنه الإنسان يمكن يلتمس لهم العذر باعتبار حساسية الأوضاع التي يعيشون فيها. وإذا اعترضوا على هذه الشاكلة من المقابلات ربما يتعرضون أو ينتهي بهم المصير إلى مصير رفاقهم وزملائهم الذين يرزحون في غياهب معتقلات النظام لسنوات طوال المعروف يعني عند الناس. نعم. لكن عودة إلى مضمون المقابلة، نعم. لو اتفقنا أن بها مضمون، رغم أنني أرى أنها مقابلة طويلة يعني كادت تتجاوز 4 ساعات، لكن بلا مضمون أو فحوى حقيقي. يعني كانت مقابلة إعادة وتكرار وحديث ممجوج وسمج جدا عن قضايا تفصيلية، تفاصيل التفاصيل التي يجب أن ينبغي أن ينهض بها الإدارات المحلية التحتية، وليس شخص يعني يجلس على سدة الحكم ويكون معني بالتخطيط والكليات. ولكن عندما يتحدث رئيس دولة ما عن تفاصيل جزئية وصغيرة يجب أن يتحدث عنها محافظة وحتى أقل من الوحدات الإدارية التحتية، فهذا يكشف يعني حجم الأزمة الإدارية التي تعيش فيها البلاد، وهي جزء من أزمة سياسية كبيرة يعيش فيها الوطن. أولى الانطباعات التي يمكن أن يخرج بها المستمع لهذه المقابلات أن أفورقي يتحدث عن دولة تحت التأسيس. نعم. أو دولة لم يمضي على استقلالها أكثر من عام أو بعض عام، باعتبار أنه كان يتحدث عن إعداد سجل للموظفين، وسجل يتضمن أسمائهم ومؤهلاتهم، ثم توضع يعني درجات وظيفية. نعم. بعد الدرجات الوظيفية يتم تسكين هؤلاء الموظفين في درجات وظيفية حتى يتم بموجبها إعداد الهيكل الراتبي، ويستلم الموظفين المرتبات وفقا للهيكل الجديدة، وأن المرتبات تم تحسينها وحديث في هذا الشكل. هذه من أبجديات الدولة، إنه أول الأعمدة التي تقوم عليها الدولة هي الخدمة المدنية أو الخدمة العامة. في كل دول العالم هنالك دواوين الخدمة العامة، وهذه أبسط الأشياء في بناء الدولة. نعم. الآن هذا الحديث يكشف عن أن الدولة التي يقودها أفورقي دولة بلا يعني أبسط درجات المؤسسية التي تتوفر في كل البلاد غير موجودة فيها. هذا فضلا يعني لا نريد أن نتحدث عن البرلمان أو دور مجلس الوزراء أو دور المؤسسات المعروفة الغائبة أصلا، لكن هنا يعني المتابع يمكن يعتقد أنه الحد الأدنى من التنظيم والترتيب الذي يسير الدولة كان متوفر. ولكن يعني هذه المقابلة أيضا كشفت يعني الغطاء
الكثيف عن الخدمة المدنية، أن هنالك ليس هنالك خدمة عامة أو خدمة مدنية وفقا للمتعارف عليه. نعم، بالتأكيد عبد الله. يعني أنا يعني بالنسبة لي شخصيا لا أعرف كيف يمكن أن أعلق على مثل هذه يعني المقابلات التي يقوم بها الرئيس رئيس نظام أسمرة، كونه يعني هو نظام ديكتاتوري أساسا، يعني ونظام يعني تعسفي ونظام قهري ونظام لا مؤسسي، فبالتالي يعني هناك خلل يعني جذري في هذا النظام يجعلنا نحتار كيف نتعامل مع يعني معطيات ما يطرحه في كلامه، وهي كما قلت يعني لا محتوى لها ولا مضمون غير التأكيد على قبضته والديكتاتورية وما إلى ذلك. وبرغم أنه يحاول إذا لاحظنا أن يبدو أنه منتمي إلى الشارع الإريتري عندما يتحدث مثلا في الاقتصاد عبد الله، وهو يتحدث عن أسعار القمح والشعير، ويتحدث عن الكهرباء ورواتب الموظفين وأنها لا تكفي، وكأنه يعني كائن جاء من فضاء مختلف عن هذا البلد الذي هو سبب أزمته. يعني هذا التناقض الغريب جدا يعجز عنه الشخص أن يعبر عنه. نعم، الطريف حتى في الحوار أنه سأل عندما سئل عن العملات الأجنبية وسعر النقفة مقابل العملات الأجنبية، ذكر أنه لا يعرف سعر النقفة مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء والسوق العام. وسأل المذيع الذي سأله كم يعني تبلغ الآن، أنا لا أعرف هذه التفاصيل، ولكن بالمقابل كان يتحدث عن تفاصيل دقيقة جدا. بالضبط. التفاصيل التي يجب أن يعنى بها يعني مرتبات الدنيا في الخدمة العامة. نعم. أيضا ضمن في إطار الانطباعات أيضا يعني كان يعني واضح إنه في هذه المقابلة وفي غيرها من المقابلات إنه فرق يتحدث بلسان المراقب والمتابع للأحداث أكثر من إنه حديث يمثل رئيس دولة. نعم. كان يتحدث يعني بافتراض يعني كمحلل. ما نعم. ينبغي أن يكون نعم. محلل الأوضاع. لا يتحدث عن خطط وبرامج ومشروعات وما تم تنفيذه ولماذا لم يتم تنفيذه وما الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة والخطة. أبدا، بالعكس كان يتحدث عن ما ينبغي أن يكون، يجب أن يكون هذا ويجب وأن هنالك تقصير في الجهة. بالإضافة إلى أنه أيضا عبد الله في هذه النقطة بالتحديد يعني دائما يتحدث عن برامج لم تكتمل. يعني يقول دائما بدأنا بعمل برامج في بناء الطرق مثلا أو غيره، ولكن لا نستطيع أن نقول أننا أنجزنا، ودائما لا نستطيع أن نقول أنجزنا، ودائما ليس هناك نتائج من يعني مرتقبة من ما كان قد تم وضعه من خطط واستراتيجيات وسياسات لتطوير كذا وكذا وكذا. ودائما الحديث عن البنية التحتية كما ذكرت، وبشكل واضح يعني هذا الخلل يؤكد على يعني أن هذا النظام يمر بأزمة حقيقية، وأنه يحاول أن يموه هذه الأزمة من خلال هذا الحديث يعني الدائري، يعني الذي لا يصل بك إلى أي نتيجة كمواطن. نعم، هو حديث يعني يشبه بالدوران في حلقة مفرغة. نعم. يعني يتحدث مثلا إذا انتقلنا الحديث عن القوانين، وأن هنالك صياغة للقوانين، وأن القوانين يتم صياغتها وسيتم تدريسها للشعب نقطة ومادة. أي قوانين هذه التي يتم تدريسها عقب أكثر من 25 عاما من الاستقلال؟ يعني حاجة يعني شيء مستغرب جدا. أيضا الدستور الذي تم التبشير به عام 2014 وأن هنالك لجنة تم تعيينها للدستور لإعداد الدستور وأنها بدأت عملها وشرعت في عملها، هذا في مايو عام 2014 وتزامن مع ذكرى الاستقلال. ولكن الآن في هذه المقابلة تحدث أن هذه اللجنة بدأت أعمالها فعليا قبل عام، وحتى الآن هي تواصل عملها، لكن لم يحدد سقفا زمنيا لعمل اللجنة، لجنة إعداد الدستور. نعم. أو حتى أسماء أعضاء لجنة الصياغة غير معروف، حتى يعني أبسط تفاصيل هذه الأشياء غير معروف. يتحدث بشكل بوهيمي إلى حد كبير يعني ومفرغ أيضا من مضمونه، لأنه ليس هناك
أي شكل يعني structure أو شكل واضح للعمل. كما نقول دائما ليس هناك عمل مؤسساتي. وأيضا عبد الله، إذا انتقلنا إلى رصده للأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، تحدث عن تحالفه مع السعودية. نعم، الحديث عن التحالف مع السعودية أيضا يعني اتسم بكثير من الضبابية والغموض والحديث الدائري أيضا. يعني في البداية تحدث عن أن من حق السعودية أن تقيم تحالف لمكافحة الإرهاب، باعتبار أن روسيا لديها حلف، وأن الولايات المتحدة لديها حلف لمقاومة الإرهاب، وأن من حق السعودية ودول المنطقة أيضا تحديد يعني إقامة حلف في هذا الاتجاه. نعم. ولكن يعني عندما تم سؤاله عن تفاصيل وسياسة إريتريا بأنها يعني دولة يعني تبتعد عن المحاور عموما في سياستها الخارجية، ومدى تعارض هذه النقطة مع الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الإرهاب، ذكر أنه لم ينضم لهذا التحالف. البيان حدث عن مساندته لهذا التحالف، وأنه يؤيد هذا التوجه، وأنه توجه وليس تحالف، وهو لا يعلم لماذا تمت تسميته بالتحالف الإسلامي، وأنه يساند هذا التوجه، وباعتبار أنه توجه فاعل وأنه توجه متحرك من دول المنطقة. أصلا هو تحالف وهو انضم إليه، والانضمام معروف يعني. كونه هو أصلا في البداية يشير بالتحالف وأن من حق وأن من حق وأن من حق، ثم يأتي لينسب هذه الإشارة ويقول أنه ليس جزء من هذا التحالف وإنما يؤيد هذا الأمر كتوجه عام. فكان حديث يعني مستغرب، وحديث يعني لا ينطلي على أحد. يعني هو حديث كأنه يستغرب المستمعين الذين يستمعون لمقابلته صراحة يعني. نعم، بالتأكيد عبد الله. ولكن يعني من المهم دائما أن نقف على مثل هذه اللقاءات التي يقوم بها رئيس النظام وأي شخص يعني من الشخصيات التي يعني تساند هذا النظام لأهمية أن أحيانا قد تعطي الانطباع يعني باللغة وبالشكل التمويهي الذي يحاول أن يفرضه بالساعات الطويلة التي يتحدث فيها عن أنه ربما هناك شيئا ما يعني. وبالرغم من أن هذا لم يعد ينطلي على يعني المواطن الإريتري الذي يعيش معاناة يومية من رغيف الخبز، من الكهرباء، من أزمة المياه، من أزمة المواصلات، من أزمة الأمن. يعني لا يشعر المواطن بالأمان في البلد يعني. والآن هناك مستوى يعني ارتفاع الجرائم والمشاكل وغير كل ذلك. فالمواطن هو أدرى تماما بما يعيشه، وأن مثل هذا الكلام وهذا يعني المحاضرات الطويلة التي تعطى له في كل سنة إنما هي في صالح أن يقول الرئيس أنا موجود وسأحكم. وهذا هكذا يعني لا أعرف ماذا أقول في هذا الموضوع. خصوصا الأوضاع المعيشية للمواطنين التي تفضلت بذكرها الآن، هو أشار أن تبديل العملة، هنالك إشارات أن تبديل العملة كان لديه تأثير إيجابي على الشارع وعلى أسعار السلع، وأن هنالك من يقولون هذا الحديث وأنه حديث سابق لأوانه. وحاول يوحي بأن هذه الإجراءات كان لها مردود إيجابي، بينما أنه معروف أنه كان مردود سلبي خانق جدا جدا يعني. أصاب المواطنين بمزيد يعني، كانت إجراءات قمعية ومزيد من التضييق على المواطنين في معاشهم، حتى في استخدام الحد الأدنى من العملات النقدية التي يملكونها. لا يملكون حق التصرف فيها الآن بعد أن وضعت قسرا في البنوك. ولا يتم يعني منح المواطن أكثر من مبلغ ضئيل جدا لا يسد يعني حياته اليومية. يعني حتى أننا اطلعنا على في وسائل التواصل الاجتماعي الاستمارة التي ينبغي تعبئتها من قبل الذي ينوي يعني القيام بحفل عرس، لا أدري إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، ولكن عموما هو يعني حتى إذا كانت الاستمارة غير صحيحة إلا أن المضمون أو الفحوى صحيح، باعتبار أن السقف الذي يمنح من البنوك هو سقف محدد لا يتجاوز المعاش اليومي للمواطنين. وهذا هو مزيد من التضييق، مزيد من الكبت، مزيد من القمع
يعني هو في ماشي في نفس الوتيرة التي يمضي فيها النظام. بالتأكيد. الحديث عن أن هذه عن تبديل العملة يعني كان عنده آثار إيجابية، هذا حديث يعني فارغ ومضحك للمراقبين والمستمعين. بالتأكيد بالتأكيد. عموما يعني لا أعرف إذا كان هناك أي من المزيد يمكن أن نقوله حول هذا اللقاء، ولكن أنا يعني أتمنى أن يكون هذا آخر لقاء نسمع فيه هذا الكلام الذي لا يجدي ولا يفيد المواطن، والذي يعكس يعني رسوخ ديكتاتورية قاسية ومأساوية تحكم الشعب الإريتري، ونتمنى أن تزول بأسرع وقت ممكن. نعم، أعمال شاطرة كهذه التمنيات، ولكن قبل أن نختم الحديث في قضية الحوار، نعم. هنالك جزئية تعرض إليها أفورقي، وهي جزئية أراها مهمة، نعم. اللي هي الحديث عن سد النهضة. مم. يعني الحديث عن سد النهضة اتسم بمحاولة إشعال الفتنة وصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة أصلا، وتحدث عن قضايا تاريخية، وأن ملا الزيناوي وجلس مع عمر سليمان، وعمر سليمان خرج غاضبا وقال أنه توعد السودان، وأن هذا السد يعني أهدافه سياسية وليست دموية. وهو يتحدث عن أموات، عن جلسة نعم. حدثت بين شخصين لا دليل غايبين عن فيها. الحياة. نعم. لا يستطيع أحد الآن التأكيد على هذا الحديث أو نفيه. نعم. وهذا الحديث هو مزيد من إشعال الفتنة أو صب المزيد من الزيت على النار المشتعلة في المنطقة. وهذا يكشف بجلاء الدور الذي يقوم به أفورقي، سواء عبر حديثه أو عبر ممارساته في إشعال التوتر في المنطقة. هذا مصداق للحديث الذي ظل يردد قبل أعوام من أنه ضالع في قضية إشعال التوتر في المنطقة ومع دول الجوار. بالتأكيد. نعم. هذا أيضا يعني دور إعلامي وتحريضي يقوم به تحريض الدول حتى يعني لمزيد من إشعال فتيل الأزمة. بالتأكيد بالتأكيد. بالتأكيد عبد الله، يعني إشعال الفتن والمؤامرات وخلق كل هذه التناقضات هي من مصلحة النظام الأفورقي لبقائه والاستمرار، ومارسها وسيمارسها طالما هو موجود على سدة الحكم. عبد الله. نعم، هو نظام صمم على أساس مضايقة وكبت والتضييق على المواطنين، بالإضافة لإشعال التوتر وإشعال الأزمات في دول الجوار والمحيط الإقليمي، وأيضا لم يسلم حتى دول العالم من أصابع الشر التي امتدت إليها. فهو نظام يجب أن يتم تغييره بكل الأثمان، ويجب أن يجتهد جميع الإريتريين لتحقيق هذه الغاية حتى يعيش الشعب الإريتري بسلام وأمن واستقرار. نتمنى ذلك، وأشكر لك مساهمتك معي هذا الأسبوع في العكس على أهم الأحداث التي يعني صبغت الأسبوع الماضي، وسألتقيك مجددا في ساعات أخرى من صوت المنتدى. شكرا لك عبد الله. شكرا لك أمال، وشكرا للمستمع الكريم على المتابعة. شكرا. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وعودة مجددة إلى هذه الفقرة من صوت المنتدى. والآن ينضم إلي الأستاذ محي الدين شنقب، أحد مؤسسي المنتدى وعضو الوفد الذي كان في زيارة لإثيوبيا، والذي التقى برئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هايلة مريم. أهلا وسهلا بك أستاذ محي الدين. يا مرحبا، أهلا وسهلا أخت أمال. يا هلا. شكرا على هذه الدعوة. يا هلا بك، يا هلا، وأشكر لك قبول هذه الدعوة أيضا. دعنا نتحدث في هذا الحدث المهم الذي تم الأسبوع الماضي، وهو زيارتكم وفد المنتدى إلى إثيوبيا ولقائكم مع رئيس الوزراء الإثيوبي. كيف جاءت هذه الزيارة وهذا اللقاء؟ ما أسبابه وما الهدف منه أولا؟ أولا أشكرك على على إتاحتك لهذه الفرصة. والدعوة هي يعني جاءت دعوة، هي يعني دعوة وفي نفس الوقت رغبة من طرفنا في اللقاء مع الحكومة الإثيوبية. نعم. وهو استمرار للحوار اللي كان يتم في نيروبي بين مختلف قوى المعارضة، بضرورة إنه المعارضة الأرجية
يعني تمد الجسور مع كل دول الجوار، وبالتالي ده يأتي في سياق هذا الجهد لحشد الدعم والتأييد للمعارضة وكل قوى المعارضة العاملة من أجل التغيير الديمقراطي في أريتريا. نعم، يعني هذا حدث وتحرك كبير جدا يعني على مستوى العمل المعارض، وهذه زيارة قمتم بها أنتم ممثلي المنتدى. كان معك أيضا الدكتور أسفاو والدكتور عند برهان. يعني من تمثلون عندما تلتقون برئيس الوزراء أنتم في المنتدى أو المدرخ؟ نحن ما بنمثل أحد باعتبار إنه إحنا ما تنظيم سياسي. نعم. كما أسلف ذكرنا إنه المنتدى هو مجموعة أشخاص يعني تعمل من أجل دعم العمل المعارض وتسهيل عملية التنسيق وتوحيد الجهد لقوى التغيير في أريتريا. نعم. والتقينا مع فخامة رئيس وزراء أثيوبيا ومفوضه الخاص لشؤون القرن الأفريقي. التقينا باعتبارنا يعني جهة ناشطة في العمل السياسي في إطار المعارضة الأريترية. نعم. ولا نمثل أحد بالتحديد يعني. نعم. وما أعتقد لا بد من أن يكون لنا تنظيم سياسي أو نمثل جهة سياسية حتى نلتقي مع رئيس الوزراء، أو رئيس الوزراء يلتقي مع جهات عديدة ويعني متباينة الأغراض. مش بالضرورة كل ما يلتقي به رئيس الوزراء هو عمل سياسي فقط يعني، أو معنا تنظيمات سياسية. نعم. هو عمل سياسي لكن ليس هو عمل لتنظيم سياسي. نعم، يعني ما هو ملفت أن هذا يعني تحرك غير عادي على مستوى المعارضة أو الحراك المعارض، ولم نعتاد عليه. لذلك أحببت أن أبدأ معك بهذا السؤال الذي هو أيضا مثار جدل في وسط الأوساط الإريترية عموما يعني في المعارضة. دعني أنتقل معك أيضا إلى يعني قلب الحدث نفسه. ما هي القضايا التي تحدثتم فيها مع رئيس الوزراء الإثيوبي؟ هذا طبعا كان أول لقاء بينه وبين الجهة الرسمية الإثيوبية، وبالتالي كان لقاء تعارفي أكثر من كونه تفصيل يعني. وتعارف بمعنى أنه المنتدى يعني يوضح عن برامجه ويوضح الحراك اللي قائم به ونظرته للمشكلة في أريتريا وكيفية الحل، وأيضا استراتيجيته في العلاقات مع الدول المجاورة بأريتريا ونظرته لعلاقة الجوار بين أريتريا وهذه الدول. نعم. من الجانب الإثيوبي هناك العديد سنتحدث عنه وما ورد في البيان الصحفي الذي تبع هذا اللقاء، ولكن يعني الاهتمام على هذا المستوى هو أيضا يعني جديد يعني على مستوى يعني القيادة الإثيوبية. برأيك ما الدافع في هذا الوقت بالذات إلى رفع مستوى الاهتمام إلى هذه الدرجة؟ أنا لا أعتقد أنه الاهتمام من جانب أثيوبيا هو جديد، لأن أثيوبيا تدعم المعارضة الأريترية من فترة طويلة وتستضيفها في أراضيها، وبالتالي ده هو استمرارية يعني. هذا اللقاء هو استمرار لما كان موجود وليس الشيء الجديد. ولكن كما ذكرت من أجل تعزيز موقف القوى المعارضة وقوى التغيير في أريتريا كان لابد من تعزيز هذه العلاقة وحشد دعم بقية الدول. وضمن هذا اللقاء إذا تم مناقشة إمكانية أن يقوم المنتدى بزيارات مماثلة لدول الجوار الأخرى. وإمكانية عمل عبر الحدود يعني، بمعنى إمكانية عمل بين هذه الدول والتنسيق فيما بينها من أجل دعم التغيير الديمقراطي في أريتريا. نعم. أيضا يعني مما يعني ورد أيضا في البيان الصحفي الذي صدر عن رئيس الوزراء الإثيوبي أنه أعرب عن أسفه وعن اعتذاره أيضا عن النتائج التي يعني
ظهرت إثر الصراع الدامي بين إريتريا وإثيوبيا، وهذا كان من أهم النقاط التي لفتت نظرنا في هذا التصريح. هل حدثتنا مزيدا عن هذا الموضوع؟ صحيح. لقاءنا برئيس الوزراء كان يعني موفق جدا، وكان فيه تناسق في كثير من القضايا طرحت، ومن ضمن هذا الموضوع يعني بصريح العبارة رئيس الوزراء عبر عن أسف الحكومة الأثيوبية لما حدث أثناء الحرب من ترحيل الشعب الأريتري من أثيوبيا والشعب الأثيوبي من أريتريا، واعتبر هذا خطأ قاتل ضحيته كان الشعبين، وأن الحكومة الأثيوبية ومن فترة طويلة راجعت سياساتها واعتبرت هذا خطأ يفترض معالجته، واتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما في ذلك استرداد ممتلكات الأريتريين اللي عادوا إلى أثيوبيا بعد الحرب، وإفساح المجال للاجئين الأريتريين للعمل والتعليم في أثيوبيا. نعم. وبالتالي أثيوبيا يعني خطت خطوات عملية في معالجة المشكلة، بالمقارنة مع أريتريا التي لن تذكر حتى حدوث مثل هذه الأشياء، وما في طبعا حكومة في أريتريا، وبالتالي ما في مقارنة. نعم. يعني ما يصح المقارنة ما بين حكومة وما بين مجموعة بتاعت نعم. يعني أفراد. طرق. نعم. نعم، أو عصابة بالأحرى. يعني أيضا من النقاط التي ذكرتموها في البيان الصحفي أن أيضا رئيس الوزراء تحدث عن يعني التزام الجانب الإثيوبي بقرار لجنة ترسيم الحدود مع إريتريا ومن دون شروط. هل يعني هذا الكلام دقيق كما ورد في البيان؟ هل حدثنا أكثر عنه؟ هذا كلام دقيق وصريح وواضح جدا، وتم الإفصاح به أكثر من مرة وبشكل مستمر. نعم. وبالتالي الكلام يعني الحوار في عملية تنفيذ القرار دي مسألة طبعا ما فيها نقاش، لكن يبدو أنه حكومة أريتريا لا ترغب في إنهاء هذا الموضوع، لأنه هو أيضا سبب لإبقاء الناس على الخنادق وإبعادها عن استخدام الحدود والحرب كحجة. نعم. لاستمرارية الاضطهاد والاستبداد والظلم في أريتريا. نعم. ما هي القضايا الأخرى التي تم مناقشتها من جانبكم وطرحتموها غير ما ورد في البيان؟ هل هناك قضايا أخرى تناولتموها؟ تقريبا كل ما تناولناه ورد في البيان. تناولنا إمكانية القيام بعمل على مستوى الإقليم لدعم قوى التغيير في أريتريا. نعم. ونظرة مستقبلية للعلاقات بين هذه الدول، وإمكانية قيام تكافل اقتصادي بين الدول القرن الأفريقي، ودعم اثيوبيا لهذا الجهد بكل ما تملك من طاقة. بالتالي ده أعتقد موقف مشرف وقوي جدا. نعم. ويوعد بأنه المقاومة أو المعارضة الأريترية وقوى التغيير بشكل عام يكون إلى دفعة قوية للأمام إن شاء الله. نعم. يعني أيضا أنت ذكرت أن يعني إثيوبيا دعمها للمعارضة ليس جديد، ونحن نعرف ذلك أنها تستضيف أطراف من المعارضة منذ سنوات طويلة، ويعني هناك كان يعني دائما مخاوف من إلى أي مدى سيكون دور الإثيوبي أو التدخل الإثيوبي في عملية التغيير من خلال دعمها لأطراف المعارضة. الآن نسمع عن إغلاق مكاتب يعني الأحزاب أو التنظيمات المعارضة في إثيوبيا، ونرى في نفس الوقت تحرك مدعوم يعني من قبلكم في تعزيز العلاقات الإثيوبية مع القوى المعارضة، ورئيس الوزراء يصرح بأنه يدعم التغيير من غير أي تدخل. يعني كيف نفهم يعني كل هذا؟ يعني يبدو أن هناك نوع من التناقض، يعني
هل أنتم بديل للمعارضة التي كانت في أديس كما يعني يمكن أن يفهم، أم ماذا، أم هناك شكل آخر سيطرح في التعامل مع المعارضة الإريترية في إثيوبيا؟ أولا يعني ما حصل بالنسبة للدعم أو المواقف الحكومة الإثيوبية من المعارضة هو إغلاق لمكتب المجلس الوطني، وليس إغلاق لمكاتب المعارضة. كل المعارضة الموجودة في إثيوبيا مكاتبها موجودة وممثلين موجودين ونشاطات موجودة، وده يعني إشكال إحنا ما يعني حتى كمنبر ما عندنا تفاصيل كثيرة عنه، لكن أعتقد إنه في خلاف في داخل المجلس، وبالتالي في مشكلة قائمة ولا بد من حلها. نعم. وأنا ما أعرف إذا كان هذا هو الحل الأمثل للمشكلة، لكن أعتقد لا بد من أن المعارضة تجلس وتجد مخرجا لهذه الأزمة. هل هو إقلاق نهائي أم مؤقت على حسب والله أنا ما عندي فكرة، عندي فكرة عن التفاصيل، لكن اللي عرفت إنه تم إطلاق مكتب المجلس. نعم. ولن يتم إغلاق مكاتب المنظمات السياسية الموجودة في إثيوبيا. نعم. وما أعرف طبيعة الإغلاق، يعني ليست لدي معلومات كافية عشان الموضوع، لكن أنا أعتقد إنه خلافات داخل المعارضة لو تم حلحلتها حتعزز من موقف المعارضة، وبالتالي واضح يعني إغلاق المكتب ده لا يعني عدم تقديم أي دعم للمعارضة الأريترية بالنسبة لإثيوبيا. نعم. وفي الحراك الذي تقومون به، هل هو يعني سيخلق شكل جديد في التعامل مع أطراف المعارضة الأخرى بالنسبة لإثيوبيا برأيك؟ لا بالعكس، نحن طبعا زي ما ذكرت نحن ما بنمثل تنظيم معارض أو تنظيم سياسي معارض، وبالتالي لسنا بأي شكل من الأشكال بديل لأي جهة أخرى. نعم. نحن مجرد مجموعة تسعى من أجل تسهيل أو تفعيل التواصل ما بين تنظيمات المعارضة الموجودة على الأرض. نعم. وبالتالي لسنا بديل لأي شخص، وما في أي صيغة جديدة حتى الآن، لكن يعني إذا أمكن حلحلة الإشكال بالطبع ممكن المعارضة وعضوية المجلس تأتي بشكل أكثر فعالية في المستقبل، وكلنا نتمنى هذا الشيء، ونقدم كل ما نستطيع في هذا الاتجاه. نعم. نعم. بالعودة إلى يعني لقائكم مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هل هناك اتفاق على أي شكل مستقبلي للتعاون؟ يعني ماذا عن ذلك؟ اتفقنا بحيث تكون في لجنة مشتركة بيننا وبين الحكومة الإثيوبية للأخذ بالعمل إلى الأمام لمناقشة التفاصيل مواضيع أكثر تفصيلا، واتخاذ خطوات عملية في اتجاه تعزيز قوى المعارضة وباتجاه دعم نضالات الشعب الإريتري من أجل التغيير. وبالتحديد حيكون رئيس هذه اللجنة من جانب إثيوبيا هو السفير برهان جلوكريستوس، المفوض الخاص لرئيس الوزراء. نعم. وحضم عضوية أخرى لا ندري حتى الآن عضويتها، ومن بنفس المستوى حيكون من جانب المنبر أيضا ممثلين للمنبر في هذه اللجنة، وبالتالي تكون لجنة مشتركة تنظر في إمكانية تعزيز ودعم الحراك السياسي الإريتري المعارض. نعم. من أجل التغيير في إريتريا. نعم. وماذا عن التنسيق مع التنظيمات المعارضة في هذا الإطار؟ هذه الزيارة نفسها تأتي في إطار اتفاق تم الوصول إليه في نيروبي. نعم. وبشكل مستمر. نعم. المنتدى حيعمل من أجل تعزيز موقف المعارضة على مستوى الإقليم، وبالتالي في أيضا برامج للقدام في اللقاء على مستوى أكبر مع حكومات أخرى في نعم. المنطقة إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ محي الدين شقب، أشكر لك جزيلا يعني هذه الإيضاحات التي قدمتها في إطار زيارتكم ولقائكم مع رئيس الوزراء الإثيوبي التي حدثت مؤخرا. إذا أحببت أن تضيف لك الفرصة. ما في حاجة أقولها، لكن أنا أشكرك على هذه السانحة، وأحب يعني أؤكد إنه أي محاولة لتوسيع رقعة دعم المعارضة الإريترية هي دفعة إلى الأمام. ويفترض الناس صحيح يكون ممكن كل شخص يكون عنده تساؤلاته وريبة وشكوك، ولكن في الآخر لا بد من حشد كل ما نستطيع من الإمكانيات في مواجهة الظلم والاضطهاد القائم في إريتريا. وبالتالي هذه خطوة للأمام، وإن شاء الله تتبع خطوات أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. يا هلا. ختاما لهذه الساعة لكم أعزائي المستمعين تحياتي وتحية فريق صوت المنتدى، وإلى اللقاء.